لا لهون وبس. قومي للحين ببيتي، قومي لا لسه قاعدة، قومي عم بقول لك قومي. شوفي حبيبتي رولا، أنا معكم بدالك ما بقعد له بالبيت ولا دقيقة واحدة، بمشي وبحمل حالي وبروح. أنا هذا اللي عم فكر فيه. ليه تعالي قبل ما تروحي من بيت رقاع لبيت شقاق خلصي شغل بيتك، حطي اكل لجوزك، عم تفهمي؟ والله خلصته كله سويته كله وعسلته. لك عم تكذبي كمان، لك عم تكذبي، يخرب بيتك من حالك عم تكذبي. اطلع من راسي يا ابو وسيم. شو قلنا له؟ ما حكينا شيء، نصحناه بس قال ابنك لا تنصحه بكره الترب ينطحه. ولا بس شاطرة وقت الخطبة. حبيبي أنا كتير بعرف أطبخ، كتير بنظف، وأنت موظفة، ولا كله كذب بكذب؟ ليه قصي؟ انتبه على حكيك منيحة. كنت متوقعة منك هذا الشيء. أساسا أنا ليش بحبك وأخذتها غصبا عن الكل؟ لأنك حنون علي وتحبني. تصبح على خير. اصبح على خير؟ من وين بده يجي الخير؟ أصلا إذا إجا الخير ما حيقدر يقعد أكثر من 3 دقايق من القرف والوسخ. ما زالك أخذ إجازة؟ ليش ما نظفت البيت؟ لك مو شايفه مكركب؟ أنا شايفه، بس على الله لا تكوني أنت شايفتيه. ايه أنا شايفة حبيبي، بس إيدي لحالها ما بتكفي. ليكي رولا، بدي ارجع على البيت لاقيه عم يضوي ضوي منظف وعم يلمع، عم تفهمي؟ عم يلمعها. ما رضيت فايقك حبيبي، عملت لك قهوتك ونزلت على الشغل. بحبك. اهلا وسيم، يا اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ طمنيني عنك. ان شاء الله ما تواخذني والله مالي عرفانتك هون. ايه انا بالعاده بكون هنيك. شو الاخبار؟ الحمد ابو وسيم شو اخباره؟ منيح ماشي الحال. الحمد لله. الحمد عم لله. يعزبك؟ ما بيخلى الامر على عيونه. شو انا رولا؟ والله راحت على المدرسة. يو شلون رحت على المدرسة؟ على حد علمي ما بلشت الدوام. ايه مزبوط كلامك، بس اليوم عندهم دوام اداري هيك شيء يعني. خير ان شاء الله. لازمك شيء لي؟ لا لا يسلم ايديك، لا يلا. تفضلي تفضلي ابو وسيم. لا ايوه مو بصير، يلا يا هلا بيجي مرة ثانية. الله يسلمك يا رب. شاطرة طلوا لعنا ان شاء الله. ظريفة. تفضل. يعني قلت لحالي الاستاذ قصي بيكون هلا هيك عم يوجعه راسه وصار لازم يروق على احلى فنجان قهوه، شريت استاذ؟ اخ يا ابو عبدو اخ، انا من دونك شو كان صار فيني بالجريده؟ ايش بده يصير يعني استاذ؟ ببساطه يعني بتجيبوا واحد ثاني بيساوي لكم شاي وقهوه ولذي منه. لا ولو استاذ في الحقيقه يا استاذ الانسان شو بدي اقول لك استاذ، المدير حكي معك شيء؟ لا ليش؟ استاذ لانه من شوي كان عم يصرخ على حدا من شان المقال اللي انت كتبته من شان هذا المسلسل تبعك استاذ. ابو عبدو؟ نعم استاذ. بعرف قديش انا بحبك ها؟ وانا بحبك استاذ، يا حبيبي روح يا استاذ، الله يخلي لي اياك، امرني. انا هي قصه زت الحكي وتسميع الحكي وإنا وقال له ما بحبها. عفوا استاذ، بس انت من شوي كنت عم تقول انه ما فيك تعيش من دوني ولا زي منه يعني، فبس انا والله هيك قصص ما بحبها لانه استاذ. الو اهلين استاذ. لا استاذ ما عندي شيء، بتحب اجي لعندك؟ ما حدا اتصل فيني استاذ. مشان المقالة استاذي، نحن ما جبنا شيء من الطريق وما كتبنا شيء غير نقد بناء. يا استاذ اذا هن عم يشتغلوا اعمال صينية يعني لازم نسكت لهم نحن؟ مثل ما بدك استاذ، توجهاتك شو؟ ايه 1000 طلب مثل هذا الطلب استاذ، رح اعمل لك اياها زاية اسبوعية
ورح انقض كل الاعمال يلي مثلها ويلي عم يشتغلوا فيها. اذا هن مفكرين حالهم بدهم يزعجونا غلطانين. انا رح تابعهم واكتب عنهم وازعجهم. بأمرك استاذ. على راسي على راسي استاذ. اوكي. يا انا بدي فرجيهم هدول. الو، هاي مامي، كيفك؟ ماني منيحة، تعبت كتير اليوم انا، كل وقت واقفة كنت على رجلي. ايه لابسك عبالي. ايه شو اكل ما اكل؟ ايه انا مالي حيل اصلا اقوم اشرب كاسة مي. هلا بس يجي قصي هو بدبر حاله. ايه ماما ما رح اعمل له شي خلص. هو هيك رح نام وارتاح. هالمسا بس في بحاكيكي. ايه يلا باي باي. يا سمير يعطيكم العافيه. استاذ قصي على استاذ قصي استاذ قصي ضيع عم نحكي مع الشباب. استاذ قصي يا سمير برجع بحكي معك. الله معك، مع السلامه. شو شايف اكل جاهز؟ ايه والله يا ابو سيف، شو بدنا نعمل؟ اليوم مرتي بتبلش دوام، بدها ترجع تعبانه ما لها خلق، قلت بجيب لها هيك اكل جاهز تلاقيها حلوه. ايه اول شيء ان شاء الله صحتين وهنا، بس يعني عدم المؤاخذه انت صحفي بس ما لك علاقه بامور الحياه بتاتا. اوف، وليه بقى؟ شو اللي بقى استاذ قصي؟ يعني لازم تقطعوا لراس القط من ليله العرس. ايه شو دخل هي بهي؟ لك شلون شو دخل هاي بهي؟ اليوم بالذات لازم حرمتك تطبخ لك. قل لي ليش؟ ليش؟ لحتى تعرف انه في وراها مسؤوليات غير شغلها، لحتى تعرف انه في عندها جوز صحفي بيتعب وبيشقى طوال النهار. اما هيك اذا بدك تعودها تضل جايب لها جاهز وغيره، يا حبيبي هي دقني، اذا بعمرها بقى بتطبخ لك لقمه. ابو سيم اللي صار خلص، جبنا لنا الاكل نكبه بالطريق، يعني شو نعمل؟ ما صار شيء، الحل عندي، الحل موجود. شو الحل؟ اعطيني الفروج وروح على البيت ايدك فاضي، اعمل اللي قلت لك عليه. ابو سيم شو رايك تطلع من راسي؟ يعني انت تفوت على بيتك وحامل اغراض واكل وانا فوت ايدي فاضيه؟ اطلع من راسي ابو سيم. شو قلنا له؟ ما حكينا شيء، نصحناه بس قال ابنك لا تنصحه بكره الترب ينطحه. ايه مثل ما بدك لنحكي مع ابو سمير. روحي ودخيل جمالك انا دخيله النايم. يلا قومي بدنا نتغدى، قومي يلا بس يلا قومي. بس شو بس قومي يلا. قصي يعني والله حرام عليك. قول انه برتي جاي من الشغل تعبانه لهيك انت. شو عملت؟ روح خلص كل شي سندويشه ولا شي لقمتين. ولا يعني امك معودتك تاكل اكل سخن؟ ماشي بس مو الحق عليكي، الحق علي انا اللي جبت لك اكل من برا لاني بعرفك جاي من الشغل وتعبانه. ماشي بس يا رولا ماشي. بيبي كنت متوقعة منك هذا الشي. اساسا انا ليش بحبك واخدتها غصبا عن الكل؟ لانك حنون علي وتحبني. بيبي يلا هلا بيبرد الاكل، ما بيقعد بصير طيب. يلا بعدين بتغير ثيابك، امشي. يلا شو صار لها هي؟ صحتين. عقلبك تقبر قلبي. صح تعيش وتجيب لي. نود حبيبي.
بيبي عقلك تقبرني. بتعرف انه انا فايقه من الصبح كتير بكير ونازله اليوم قضيتها حكي 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 حكي، والله تعبت ونعسانه كتير. امانه فوتن انت على المطبخ واذا لقيت جلي جليهم. ليك بيبي اذا ما جليتهم انا بس فيق من النوم اذا كان لي خلق بجليهم. دايما روحي. وانا ما بدك تغسلي؟ خلص بالساعه. اهلين ام السوس، تفضلي حبيبتي. شو هاي؟ شو هالوساخة هي؟ شو عاملة معركة بالبيت انت وجوزك؟ شو بدي اعمل؟ كل وقتي بالشغل وعم بيجي لهون كتير تعبانه وعندي قصي ما بيشيل ولا غراض. شو بدي لحق انا؟ ليلي. ايه اصلا انت يا رولا كل الحق عليكي. لو حبيبتي كنتي معودتيه من الاول انه يساعدك ما كانت معدا وصل لهون. شوفي انا جوزي الله وكيلك بيشتغل بالبيت قد مني ب1000 مرة، وهذا انا شو عدم المؤاخذة يعني مالي مثلك موظفة. وبس يجي على البيت هذا الحكي كل يوم بضل يشتغل ويعزل ويجلي صحون هيك لحتى ينام، وانا حبيبتي بتفرغ لحياتي الاجتماعية. يا لقلبك انا كل شي عم بعمله هون لحالي. قصي يا عند رفقاته يا بالقهوه يا عند امه عم بيحكوا علي. شو بدك تشربي ما قلتيلي؟ لا 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 حبيبتي لا، بدي عزبك لسه بدك تجلي وتقومي وتحطي. انا اجيت بس اطمن عليكي حبيبتي، بدي اطلع ارتاح ببيتي. يلا خلص. طب ابقي دائما انزلي لعندي والله عم من لحالي. حبيبتي انت ما بستغني، رفيقتي تقبشيني. يلا باي. باي الله معك. واحد بدخن غصب عنه من ورا النسوان. ليه تعالي قبل ما تروحي من بيت رقاع لبيت شقاق خلصي شغل بيتك، حطي اكل لجوزك، عم تفهمي؟ والله خلصته كله وسويته كله وعزلته. لك عم تكذبي كمان، لك عم تكذبي يخرب بيتك من حالك، عم تكذبي. ازرار القميص اللي اشتريته جديد ليش ما قطبتيه؟ انت ما قلت لي عليه هون. لك عم تكذبي كمان. اسمعي ليه؟ علي الحلال اذا هلا على حالك ما عملتيه وقطبتيه وحطيتي لي اكل الا خلي ليلتك سودة مثل وشك. اطلعي لشوف، اطلعي على البيت يلا يلا اطلعي لفوق. شو هاد يا نسوان ما بتجي غير بالراس؟ خير ابو سيم شو في؟ ما في شيء. هذا الزر تبع قميصك؟ لا هذا تبع قميصك بس نسيانه معي. عم تفكر كمان. شو في؟ لا ما في شيء بس مقطوب الزر. لك هلا شو بدك بالزر؟ ليش عم تخانق ابو سيم؟ ما في شيء، عم قلها تعمل لي مامونيه، هفة على نفسي المامونيه. ايوه بدك شيء جار؟ والله ظريفه هالام سيم. شلون؟ يعني اختي ام سيم ظريفه ليش عم تصيح عليها؟ تفضل كن معي مامونيه. سكب الناس سكبه. ايه على راسي. علين ابو سيم. عليه قصي. عم تدخل كمان. معلش يا ماما، هلا هي إلها فترة قاعدة بالبيت ومرتاحة ورجعت على الشغل، إجباري بترجع البيت تعبانة وعايفة حالها. بعد فترة بتتعود وبترجع مثل الأول وأحسن. ماشي ماما بس مو لهالدرجة. عم بشتهي اكل اكلة بس اكلة، وحتى لو بدي اكل على صحن نظيف لا معلقة نظيفة. لك اخي انت ورش شوي كمان. احمد الله يوفقك، ها مو ناقصك انا. ماما انا بالجريدة كلها كلهم بيحكوا عن اناقتي، عن ترتيبي، عن هندامي. يا صرت اتمنى البس بنطلون نظيف وقميص مطوي. كمان أنت تقبرني، شم ردياتك شو عليها؟ يعني شوية جلي شوية ضبضبة، والله مو عيب إذا ساعدتها تقبرني. ماما مين قال لك ما عم ساعدها؟ مرة شفتها تعبانة قلت لها حبيبتي وقفي على جنب أنا بجلي. طنشت خلاص، صرت أنا اللي بدي أجلي وأنا اللي بدي كنس وأنا اللي بدي أمسح. لك أخي لو سمعت مني واشتريت الجلاية شو كان صار لك؟ أحمد لا مو هون المشكلة. كل ما بحكي معك كلمتين بتقلي ليك البيت إلي مثل ما هو إلك، أنا بشتغل وأنت بتشتغل. طق قلبي. ضيق شوي. انت لانك بتخاف من مرتك بدي الا لامك. أحمد معلش يا ماما الله يرضى عليك، أنت بس حسسها لرولا إنك خايف على تعبها وحاسس فيها، ما بتلاقيها إلا شوي شوي بتزبط، والله بتزبط. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. ضيق. بعدين لو خليتني اعرفك على هي البنت اللي قلت لك عليها شو كان صار؟ شو كان صار؟ أحمد مساء الخير.
مساء النور. شو خلص اليوم التقرير على بكير؟ عندي تقرير. التقرير اللي عم تقوله لأمك عن وساختي وكركبتي. وساختك وكركبتك؟ أني وساخة روحي؟ ما شاء الله البيت ليكي نظيف مهفهف. انت إلهي عيني وقومي بواجباتك. عم تتمسخر علي يا قصي؟ ليك حبيبي أنا مو مقصرة بشغل البيت، بس أنا الله ما خلقني أخطبوط لحتى لحق شغل هون وشغل برا. وانت ما بتنقص من رجوليتك اذا بتساعدني شوي. ليك تطلع كله تيابك والقهوه تبعك. ابو وسيم جارنا كل نهاره برات البيت عم بيشتغل، وبس يرجع عم بيساعد مرته ومتم ساكت. طبعا لانه بدك واحد مثل ابو وسيم من تم ساكت. لا انت النقاش معك ما في منه فايده. انا بكره الصبح عندي شغل ما رح اقعد احكي معك. تصبح على خير. اصبح على خير؟ من وين بده يجي الخير؟ اصلا اذا اجى الخير ما حيقدر يقعد اكثر من 3 دقائق من القرف والوسخ. ما في شي حبيبتي، ما في شي خير. وبعدين معك ولا خانوم؟ والله القصة زادت عن حدها، يعني لا أول وحدة ولا آخر وحدة بتشتغل. ولك كان معه حق عمي ابو وسيم. لو قطعت راس القط من ليله العرس ما كان صار فيني هيك، بس قلت معلش وحرام لحتى ركبت ودندلت رجليها. لازم لاقي حل. والله صرت اخجل اذا حدا دق لي وبده يزورني، والاصعب من هيك اذا نظفت انا ما عاد قوه على الارض تخليها تمد ايدها على شغلي. لازم لاقي حل. قصي لك ما زالك اخذ اجازه، ليش ما نظفت البيت؟ لك مو شايفه مكركب؟ انا شايفه، بس على الله لا تكوني انت شايفتيه. ايه انا شايفه حبيبي، بس ايدي لحالها ما بتكفي. لك بعدين انت اذا ما بدك تنظف لا توسخ. والله شوف فنجانك مالك مروح حتى تشيله. تعال هون، ليش اخذ اجازه؟ شو في عندك؟ ما عندي شيء، بس ما عندي شيء البسه لان قلق على شغلي عم اخذت اجازه. ها ليه قصي، اذا مو عاجبك غسيلي روح اغسلهم عند دراي كلين او خدهم عند امك اغسلهم. هي علينا حبيبتي، انت الثياب اللي بتغسلي لي اياهم بيطير علي فيهم، بس وقت ما كنتي تغسلي. اما هلا مانك فاضيه غير لتغسلي ثيابك بس انت، او تطقي حنك مع امك مع الجيران. بتعرفي شو الحياه صايره مخرفه، ومخرفه كتير كمان. مشكلتك والله. وين رايح على القهوه، بلكي بشم هوا نظيف. ليكي رولا بدي ارجع على البيت لاقيه عم يضوي ضوي منظف وعم يلمع. عم تفهمي؟ عم يلمع. ها لا حقك والله. شبك عم قصي شبك نص 1500 لا تحملها كثير شبك. لين عمي لين عمي؟ لا تاخذني والله ما انتبهت لك حقك. مشان هيك انا فت لهون، يعني قبل ما فوت انا سلمت عليك انت ما رديت، شاورت لك كمان ما رديت. يعني انا لعب الفار بقلبي، قلت لحالي معقول انا اكون مزعله لقصي بشيء؟ معقول عمي؟ شو زعل ما زعل؟ معقول انا ازعل منها؟ بس وقت يلي انا فتت وشفتك صافي، يعني هيك يعني انا خمنت انه قصي في عنده مقالة كبيرة وعم يدورها براسه وعم يفكر فيها. اي او انه يكون زعلان من مرته.
حاكم لك ابني الشاب اللي مثلك ما بيقعد بالقهاوي الا لثلاث شغلات. شو هن عمي؟ اول وحده انه يكون عطال بطال، وانت والحمد لله انك بعيد عن هي، بعيد كتير. الشغله الثانيه لك ابني، يعني مثل ما انتم بتسموها، يعني انه بده مساحه، يعني مساحه حريه، مشان هيك يختلي بحاله ويفكر، يعني يفكر بشي مشروع يحسن اوضاعه او هيك شيء يعني. الثالثه عمي قصي، يعني انه يكون الواحد زعلان من مرته، زعلان من مشاكلها، من كتر نقها. ايه نسيت الرابعة عمي. ليش في رابعه؟ انه يكون بالبيت بالمكتب مع رفقاته، عم يسمع ضجة الناس، عم يسمع قصصهم. لا تواخذني عمي. شو تشرب؟ شاي بالنعناع. لعيونها. الله يصلحك يا رولا يا حبيبتي، ليش مو معذبة حالك وعاملة قهوة؟ أنا اليوم شربت كتير، وهلأ هذا إذا بشربه ما بعد بقدر نام. مو مشكله حياتي، هلا بس يجي قصي بشربها. على سيرة قصي، شو احكي لي؟ إن شاء الله انصلح حاله وصار يساعدك بالبيت. يا ستي امبارح ما نمت كل الليل، بس قاعده عم ننظف وعزل، وبترك لك قصي ساعتين وبروح فيهم على الشغل، برجع بلاقيه قايم قاعد. لك تقولي صار لي شهر ما مديت ايدي عليه. ايه لا حبيبتي، ما معه حق بنوب، يعني اذا ما بده يساعدك بالبيت يتنظف على حاله، لك يتنظف على بيته. الدجاجه اللي هي الدجاجه بتنظف تحتها. شوفي حبيبتي رولا، انا ما كون بدالك ما بقعد له بالبيت ولا دقيقه واحده، بمشي وبحمل حالي وبروح. انا هذا اللي عم فكر فيه. شو بدك ما تواخذيني يا ام وسيم، بس انا صايره عم فيق كثير بكير، ما عم بشبع نوم. يا مسكينه انتي، وانا كمان حبيبتي لازم اطلع لحق اشوف الفيلم الهندي. تصبحي على خير. امانه بتضلي بعرف طريقي. يلا تصبحي على خير. انتي من اهله. تقفشيني بس سكري الباب منيح وراكي. لا فعلا انت ما فيك احساس. لك قول لي عندي مرتي عندها شغل الصبح بكير، لازم تنام وترتاح. والله معك حق، يعني من كتر ما عم تنظفي وتغسلي وتطبخي يعطيكي ألف عافية. ما عم بفهم أنا تجوزتك إلي ولا تجوزت وظيفتي؟ إذا كل الموظفات مثلي يا حبيبي كان الدود مشي بالبيت. ليه قصي؟ انت بدك 10 نسوان تخدم وراك وتنظف من وراك، بعدين مثل ما انت عندك شغل برا انا كمان عندي شغل برا. يا اخي رجع على البيت ونظف معي. اشتغلي بالبيت لاشتغل مثلك، ما عندي مشكلة أنا، أنت بس اشتغلي. لك لا عاد طبختي، لا عاد أكلنا، لا عاد شربنا، لك لبس مثل العالم ما عاد لبسنا، ولا بس شاطرة وقت الخطبة. حبيبي أنا كتير بعرف أطبخ، كتير بنظف، وأنت موظفة ولا كله كذب بكذب؟ ليه قصي؟ انتبه على حكيك منيحة. أنا منتبه على كلامي، بس أنت انتبهي على حالك وعلى مستقبلك معي. ما شاء الله عليكي من أول ما رجعتي على الدوام ساب البيت. ماشي يا ست رولا ماشي، أنا بدي انتبه على كلامي. لا يا ستي ما رح انتبه على كلامي. يعني عم طلعتي وصايخية وعفايشية أكثر من أخي أحمد. أحمد؟ مالي غير أحمد، أساسا هو من نفس النوعية. لشوف شو كان يعمل ليخلص من هالوضع. بكير أكيد بدي أكون فايق. هات لأحكي معه. أبو حميد شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ حبيبي بدي أسألك سؤال. فلو ما كنت أطلع أنا أمك على الضيعة ونرجع ونلاقي البيت كتير نظيف، شو كنت أعمل؟ أيوة؟ إيه؟ لك لا ما رح إلا لأمك خلاص. لساته معك الرقم؟ طب هاتوا أعطيني إياه. 09 لك قول بحفظ أنا. ايه اوكي ماشي ان شاء الله نرد لك اياها بالافراح ابو حميد. يلا حبيبي باي. ماشي يا ست رولا، نشوف حتصيري تنظفي البيت ولا لا. صباح الخير. صباح النور.
عملت لك قهوة ظريفة كتير. تسلموا ايديك، بس على غير العادة. والله هيك طلع براسي. ليش لا؟ مو غلط. كله خير. خير لك؟ طبعا خير حبيبتي. نعمل لك العشاء؟ والله هلا لازم اقوم البس وروح. بدك شي؟ بدي سلامة قلبك، ديري بالك على حالك. وانت كمان. ماشي. ها هلا صار اسمه مطبخ. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، بدي شي ساعة وبخلص. ما قلت لي كيف رضاك على تنظيف باقي البيت؟ ايه الله يعطيكي الف عافية، واللي نصحني فيكي معه حق. لكن هلا انت بس تخلصي اعملي لنا فنجانين قهوة نشربهم سوا، وانا رح اعطيكي حسابك وفوقهم حبة مسك كمان. الله يعطيكي العافية، ولا تنسي اللي اتفقنا عليه. لا تاكل هم، كل شي مثل ما بدك يا استاذ واكثر. لا ما عم صدق. لك شو هاد؟ شو هالنظافة هي؟ شو هالترتيب هاد؟ كنت أقور قلبي ايه؟ شفت انت لو من الأساس مشمل على ايديك ومنظف ما كنا وصلنا لهون. أقور قلبي. المهم روحي، عجبك البيت؟ عجبني لك طار عقلي، مو معقول شو نضيفه مرتب. امتى لحقت تنظفه هيك قلي؟ ومين قال لك انه انا نظفته للبيت؟ مين لكان؟ يا سمورة. يسلموا هالايدين. الله يسلمك، تفضل قصي. شو القهوة الطيبة. سمر كل يوم رح تيجي تنظف لنا البيت. لا لهون وبس. قومي للحين ببيتي، قومي. لك لسه قاعدة، قومي. عم قل لك قومي. قصي أنا تعمل فيني هيك؟ لك أنا بشتغل على 10 نسوان ولا شوف وحدة مثل هي عم تشرب قهوة مع جوزي. بيبي والله لحتى أعمل لك البيت جنة، حتى وظيفتي رح أتركها. لا نشوف. روحي اعملي لي قهوة مع حبيبتي. تكرم عينك. السريع. وجليهم ها. لا توسخي المطبخ.